طبعا لما نيجي نتكلم على المصنعين بتوع الكينكس، انا عارف ان انت الصوره دي مش هتشوف منها حاجه وانا فعلا الصراحه قاصد ان انت يعني قاصد ان انا اجيب لك الصوره دي عشان اوري لك ان انا الكينكس مانيفاكتشرز عندي او مصنعين الكينكس هم كتير جدا. ففكره ان انا صوره واحده انا عندي، انا حتى اصلا لو جبت الصوره دي على الويب سايت انت مش هتشوف منها اي حاجه. طيب خلينا هنا عشان نقدر نشوف المصنعين بتوع الكينكس، خلينا مثلا نيجي نفتح اللينك ده كلينك اولي مثلا موجود معانا. هنا دي انا عندي موقع الكين اكس اسوسيشن، في حاجه اللي هي المانيفاكتشرز ليست بتوعي. طب طول ما انا عندي في هنا مانيفاكتشر ليست، يعني انا هنا عندي خلاص انا عارف ان الاجهزه اللي موجوده من براند معين، الجهاز ده هو واخد سيرتيفيكتس واخد معايير معينه اللي شغاله بيها. طبعا انا هنا هلاقيها متقسمه عندي بالبلاد، يعني مثلا عندي هنا المانيا، عندي الدنمارك، عندي اسبانيا، عندي روسيا، عندي برضو الصين، عندي فرنسا، عندي ايطاليا، برضو ممكن هتلاقي مصر موجودة عندك، بولندا. هتلاقي كل المصنعين بتوع الكين اكس حرفيا هم موجودين عندك يعني. ممكن في بلاد طبعا مثلا ممكن مش هتلاقي منها حاجة، يعني مثلا خلينا نخش مثلا على على الجزائر، وخلينا مثلا نشوف سيرش في حد معين بيصنع حاجة معينة في الجزائر. طب لو جينا مثلا بصينا هنا هتلاقي كل الديتيلز مثلا الخاصة بالشركة اللي مثلا بتصنع حاجة معينة. يعني مثلا هي دي شغاله في المجال ده من 10 سنين. دي ليست بتاعه المانيفاكتورز اللي موجوده عندي. مثلا لو جينا مثلا نبص على حاجه زي المنبر دي، هي بيقول لك والله هي بالسيتي او بالزيب كود او بالمنبر، يعني عادي دي ما تشغلش دماغك بيها. تعالى مثلا نبص على مثلا على دوله تانية زي الهند. اعتقد يعني الهند هتلاقي فيها حاجات كتير يعني يعني الهند دلوقتي ما شاء الله منتشر في كل حاجه يعني. فانت هتلاقي برضو عندك مصنعين كتير موجودين برضو في الهند. ممكن يكون المصنع ده بيصنع جهاز واحد، ممكن يكون بيصنع باور سبلاي، ممكن يكون مثلا بيصنع سيرفر فقط، بس هو من ضمن المعايير اللي اتطبقت من الكيني اكس اسوسيشن وعدى بالتيست لابز بتاعت الكيني اكس اسوسيشن. يعني هو عمل ديفايس معين وخضع طبعا يعني خضع للتيست للكين اكس لاب. في حاجه اسمها كين اكس لاب، الكين اكس لاب دي هي اللي بتعمل التيست بتاعت الاجهزه عشان تقول ان الجهاز ده فاليد ولا عليه كومنتس مثلا معينه لازم يراعيها في موضوع الكين اكس عشان اقدر ان انا انزله السوق واحط عليه اللوجو بتاع الكين اكس. طيب تعالى برضو نبص هنا في اللينك التاني. هو ده ايه ده؟ برضو ده هنا بيكلمك ده يعني دي برضو هنا بيكلمك على مصنعين برضو للكي ان اكس. مثلا انت عندك مثلا هنا حاجه زي مثلا بيقول لك ده توب 20 براندز ان كي ان اكس اسوسيشن. عندك مثلا حاجه زي سيمنز، هو بيقول لك هي شغاله شغاله في الاتش فاك، في اللايتنج، في السكيورتي من سنه 99 ومقرها في المانيا. اي بي بي برضه في مقرها في سويسرا، شغاله في الاتش فاك واللايتنج والانرجي مانجمنت. وبالمناسبه موضوع الانرجي مانجمنت ده بقى من ضمن الباز ووردز اللي موجوده على مستوى العالم، وده بينعكس عندنا في حاجه اسمها ريتيرن اون انفستمنت. طبعا لو حد مننا ناوي ياخد كورس الادفانسد هيلاقي ان الانرجي مانجمنت ده من ضمن الشابترز اللي موجوده، ولازم فعلا تفوكس عليها لان فيها شويه نوليدج حلوه جدا في موضوع الانرجي مانجمنت. هتلاقي برضو هاجر، بالنسبه براند هاجر ده انا شغال فيه تقريبا بقالي 3 سنين يعني يعني براند صراحه حلو جدا، الماني برضو من 1999. طبعا مثلا كل ما هتيجي تنزل هنا عندك هتلاقي ايه ده، اعلى 20 براند موجودين على مستوى العالم. طبعا معظمهم في المانيا لان الكين اكس برضو لما بدات يعني يعتبر كان ايه بدات شويه كده في ايه في المانيا. طبعا الويب سايت ده برضو لو ممكن اي حد محتاجه مثلا او اي حاجه ممكن اسيبه، يعني ممكن ابعته لكم كده مثلا حتى برضو في اللينك، لان حتى في شويه اسئله متداوله حلوه كتير جدا. يعني على سبيل المثال لو جينا مثلا بصينا هنا بيقول لك ايه كينكس اسوسيشن، ده بيقول لك ان هي انترناشونال زي ديفلوبمنت في الكينكس بروتوكول وورلد وايد والحاجات دي كلها. ده يعني ايه بيديك بريف كده سريع مثلا عن ضمن الاسئله اللي بتتسال، مثلا هاو ميني ممبرز في الكينكس اسوسيشن. هو بيكلمك هنا في 400 ممبر. طبعا طبقا للموقع بتاع كينكس اسوسيشن هو كان واصل هنا لحد ثواني خلينا نشيل الفلتر ده ونجيب اول كانتريز. بيقول لك هنا بلس 500 مصنع بقى موجود عندنا. عشان ايه فبقى فبقى في بقى عندك هنا الرقم ده مش الاكيوريت قوي. طيب بعد كده مثلا الكينكس اسوسيشن بتعمل ايه؟ هتلاقي ان هي بتعمل ريجوليشن لموضوع التريننج سنترز وموضوع الريسيرش اند ديفلوبمنت، وهتلاقي ان هي بتمانج البروتوكول مهندس. وبتعمل. الو.
حضرتك مهندس، بعد إذنك ممكن شوي تخفف من سرعة الكلام عندك؟ طيب. حاضر. مفيش مشكلة، حاضر يعطيك هحاول. العافية. فطبعا يعني احنا برضو لو في اي حد واقع منه اي حاجة، برضو احنا في نهاية السيشنز هحاول برضو ان احنا نفتح الديسكشن بإذن الله. يعني ان شاء الله يبقى الموضوع برضو بالنسبة لكم ممتع ان شاء الله. فممكن تكتب اي سؤال موجود عندك او اي حاجة، ونبدأ ان احنا نتناقش فيها. طبعا برضو لو طلعنا بريك حد عايز يسأل على اي حاجة، برضو مفيش فيها مشكلة يعني ان شاء الله. طيب دي من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اسيبها لكم مثلا او ابعتها لكم على اللي هو الشانل بتاعت الواتساب، على يعني الشانل اللي انتوا عملتوا عليها ريجستر، عشان كده دخلتوا السيشن دي النهارده يعني.